بعد حرمان شهرين اليوم رح ناكل أذكى أكلة. السلام عليكم من غزة، ما طنشونا وخليكم معنا. أهلا وسهلا بالحامل والمحمول. بابا اليوم جاب لنا موقد نار وأمير جاب لنا خشب حتى نستطيع نولع نار بأريحية، لأنه هذاك الموقد كتير صعب. طبعا مع هذا الموقد طلع معاه منصب غاز حتى نحط عليه الطنجرة أو القلاية أو الغلاية، يعني الإشي اللي بدنا نعمل فيه. وأخيرا موقد غاز، موقد نار. طبعا هذا يا جماعة الخير أصبح مهجور. والآن هالبندورة بدنا نجرب عليه قلاية البندورة بعد حرمان شهرين. اليوم يا جماعة الخير القدر مفتوح لنا قسما بالله، وأخيرا اليوم رح ناكل إشي زاكي. وأخيرا سبحنا البندورة، حبات البندورة بالمية طبعا مع قرن الفلفل أكيد، لأنه البندورة بتسكاش من غير فلفل. وهيك قطعنا البندورة وقطعنا قرنين الفلفل عليها زي ما انتم شايفين. وهي الموشة وحمود واقفين ورا بيستنوا في. طبعا حمود وألما سرقوا حبة بندورة وأكلوها من القلاية يا سراقين، صحة وعافية. وهيك طبعا بدت القلاية البندورة تجهز وبدت ريحتها تطلع ما شاء الله على الريحة، اشي فخيمة. طبعا مع قرن الفلفل بتجنن. طبعا هذا الموقد كتير كتير مزبط. وطبعا لازمنا اشي جنب قلاية البندورة حتى تكفي معنا الوجبة، فجبنا علبة بازيلا لقيناها الموجودة عندنا والمتوفرة، دقينا الدقة ورح نعمل جنبيها زبدية بازيلا بدل الفول لأنه مش متوفرة عنا. طبعا البازيلا هي أصبحت البروتينات الغذائية الآن في دقينا البازيلا وهيك الأكل بيكون استوى. طبعا قلاية البندورة جنبيها زبدية البازيلا بدل الفول، والموشة الآن هي اللي بدها تدوق تعطينا رأيها. كيف يا الموشة الأكل؟ يا رب يكون عجبك. وهي الموش عجبها الأكل. طبعا هي إخواتي كلهم أكلوا سوا من نفس القلاية لأنه فيش غيرها. وهيك هيهم أكلوا. والآن حابين نحكي لكم ما تنسوا اللايك والاشتراك وتعليق جميل على الفيديو، شاهدوه للآخر. وإحنا أهل غزة العزة، وبحب يدعمنا عبر رقم الواتساب. ومع السلامة.